السلام عليكم. خلاصة الأمر: يجب تشكيل محكمة دولية لمحاكمة كل من مول ودعم وخطط ودرب وفكر مجرد تفكير بإنشاء تنظيم إرهابي قض مضاجع السوريين أولا قبل أن تمتد ناره إلى هشيم العالم. بعد اعترافات جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي والأمير السعودي الوليد بن طلال بتمويل الإرهاب ودعمه من قبل دول المنطقة، جاء هذه المرة دور قطر ليقطع الشك باليقين ويسد الباب تماما أمام الذين يريدون مستقبلا التهرب من دورهم المباشر وغير المباشر عن الجرائم والمجازر التي ارتكبها الإرهابيون في أكثر من دولة في المنطقة بحق شعوبها. وبالمناسبة نقول لهؤلاء بعد الآن: لا حجة ولا مناص، فقد أسقط في أيديكم ولا فضت أفواهكم بالشر.